فيلمنا النهاردة بيبدأ سنة 1997 مع جين، وهو راكب العربية مع أهله عشان بيعزلوا لبيت جديد، وبيكون أول مرة يشوف البيت ده. ومع كده جين بيكون حاسس إنه شافه قبل كده، وبيكون معاه أخوه الكبير، وبنعرف إنه شخص متفوق في دراسته، وكمان متفوق رياضيا، وعنده مواهب في حاجات تانية، وبيكون جين واخده قدوة ليه. لكن من سنة بيتعرض يو لحادثة وبتسبب أثر دائم في رجله اليمين وبتخليه يعرج، وبيطلع العمال العفش الشقة، وبيلاقي جين إن أخوه هيقعد معاه في نفس الأوضة، لأن مالك الشقة حط العفش بتاعه في أوضة يو، وهياخد العفش كمان شهر. وبتقعد العيلة تتغدى مع بعض، وبيأكد عليهم الأب إن محدش يفتح الأوضة اللي فيها عفش الملك القديم. وبيجي وقت النوم، لكن جين بيسمع صوت جاي من الأوضة وبيكون رايح يفتحها، لكن بيخضه أخوه وبيقوله إن مفيش أصوات ولا حاجة، وبياخدوا يتمشوا شوية. لكن بيكون في ظل بيتحرك عند الباب بتاع الأوضة المقفولة، وبيتمشوا تحت المطر. لكن أبوهم بيكلم يو لأنه عايز يجيب له ملف مهم، ويو عارف مكانه. وبيروح يو على البيت، لكن في عربية بتخطفه وجيم مش بيلحقه، لكن بيحفظ أرقام العربية. وبيروح على البيت وبيقول لأهله على اللي حصل وبيغمى عليه. وبعد كده بتوصل الشرطة للبيت عشان تاخد معلومات أكتر من جين، وبيقولوا له إن مفيش عربية بالأرقام اللي جين قال عليها، لكن بيقولوا له إن هم هيدوروا على يو. وبعد مرور 19 يوم بيرجع يو بيكون فاقد الذاكرة، وبترجع حياتهم طبيعية تاني. لكن جيم بيلاحظ إن أخوه بيعرج برجله الشمال، ورجله المصابة بتكون اليمين. وفي يوم بيراقب جين أخوه يو، وبيلاقيه ماشي طبيعي من غير ما يعرج، وبيلاقيه رايح يقابل الاتنين الضباط اللي كانوا بيحققوا في اختفائه. وبيحاول يهرب، لكن بيلاقي الضباط في وشه وبيجروا وراه، لكن بيقدر يهرب منهم، بس بيظهر أخوه يو من وراه وبيخدره. وبيفوق جين بيلاقي نفسه نايم في البيت، واخوه نايم على السرير وراه. وبيخاف جين وبيدخل الحمام يستخبى من اخوه، واخوه بيقول له مالك يا ابني، وجين بيحكي له على اللي حصل. لكن يو بيقول له ان دي تهيؤات وان الكلام ده ما حصلش. وبيخرج جين من الحمام بحديدة، لكن يو بياخدها منه وبيقول له ان مفيش حاجة من اللي بيقولها حصلت، وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بيقرر جين ان يقول لامه على اللي حصل، لكنه بيسمعها بتتكلم في التليفون مع يو، وبتقول له ان جين كشف كل حاجة. لكن بتحس بجين وبتطلع من الأوضة عشان تتأكد ومش بتلاقي حاجة، لأن جين بيكون راجع أوضته. وبتروح أم جين على أوضة ابنها وبتلاقيه نايم، وبتكلم يو وبتقوله إن جين كشفها. وبيخرج بره البيت وبيلاقي أبوه واقف يمنعه إن يهرب، لكنه بيهرب وبيروح على اسم الشرطة، وبيقول للظابط إن بقاله شهر عايش مع ناس فاكر إنهم عيلته. والظابط بيدور على بيانات جين، وهنا بتكون الصدمة، وبنعرف إن جيم مواليد 1977، وإنهم في الوقت الحاضر في سنة 2017. وبيبص جين على صورته في المراية وبيلاقي قدامه واحد كبير في السن، وبيخرج من القسم وبيروح للبيت اللي كان عايش فيه. وبيروح الأوضة المقفولة وبيلاقي اتنين ملكان مرميين على الأرض وعليهم دم، وفي أغنية شغالة، وبيلاقي يو في وشه. وبيسأل جين يو بيقول له انت مين وايه اللي بيحصل. وبيقول له يو ان في البيت ده من 20 سنة بتحصل جريمة قتل، والشرطة مش بتقدر تلاقي القاتل، وبيقفلوا القضية. لكن أهل الضحايا مش بيستسلموا، وبيستعينوا بناس عشان يبحثوا عن القاتل، وبيلاقوه أخيرا، واللي بيطلع جين. وبيحبسوه في مكان وبيعذبوه عشان يعترف، لكن بيقول إن مش فاكر حاجة. وبيستعينوا بخبير تنويم مغناطيسي، واللي بيكون عامل دور الأب، واللي بيأكد فعلا إنه فاقد الذاكرة، وعشان يفتكر لازم يرجعوا بالأحداث لغاية يوم الجريمة، وإنهم لازم يعيدوا الجريمة بنفس التفاصيل عشان الذاكرة ترجع له. بيستعينوا بممثلة عشان تعمل دور الأم، وباستخدام التنويم المغناطيسي بيرجعوا لوقت ارتكاب الجريمة. وده يفسر ليه جين كان حاسس إنه شاف البيت ده قبل كده، لأنه ارتكب جريمة القتل فيه، وفي اليوم اللي اتخطف فيه كانت الشرطة هي اللي قبضت عليه. وبيركب جين عربية مع يو، لكن جين بينكر كل اللي حصل، وبينط من العربية وبيطارده يو، لكن بيخبط في شجرة. وفي نفس الوقت في عربية بتخبط جين وبينتقل للمستشفى. وبنرجع لسنة 1997، وبيكون جين فعلا اتنقل مع أهله الحقيقيين لبيت جديد، لكن بيعملوا حادثة وبيموت أبوه وأمه الحقيقيين. لكن أخوه بيعيش بس بيدخل في غيبوبة، وبيكون محتاج عملية غالية جدا. وجيم مش بيقدر يجمع مصاريف العملية، وبيلاقي حد بعتله رسالة على الكمبيوتر بتاعه، وبيكون مضمون الرسالة إن في حد ممكن يديله فلوس مقابل إن يقتل أم من غير ما يلمس أولادها. وفي الأول بيرفض الموضوع، لكن بيوافق عشان يعمل العملية عشان ينقذ أخوه. وبيروح البيت اللي حصلت فيه الجريمة،
وبيدخل أوضة فيها أم وابنها، لكن ضميره بيصحى وبيقرر إنه يمشي من غير ما يقتل الأم، وبيخرج بره الأوضة وبيكون هيمشي، لكن الأم بتصحى وبتتخض، لكنه بيحاول يهديها وبيقول لها إنه هيمشي بس هي ما تصوتش. في الوقت ده بتنزل البنت وبتصوت لما بتشوفه ماسك سكينة وبيجري وراها عشان تهدى، لكنه بيقتلها بالغلط. وبتشتغل أغنية بالغلط لما بيخبط جين في الكاسيت، وبتدخل الأم وبتلاقي بنتها اتقتلت وبتصرخ، لكنه تحت الضغط والخوف بيقتلها. وهو خارج من البيت بيلاقي صورة الدكتور اللي بيعالج أخوه متعلقة، وبنعرف إنه جوز الست اللي قتلها. وبيخرج ابن الست اللي قتلها وبيكون خايف، لكن جين بيهديه وبيقوله إنه يروح يعد لحد 1000 وكل حاجة هتبقى كويسة. وبيروح جين يقابل الدكتور، وبنعرف إن الدكتور كان عايز يقتل مراته عشان ياخد التأمين على حياتها لأنه كان مديون. ولما بيعرف إن جين قتل بنته بيحاول يقتل جين، لكن من غير قصد جين بيوقع الدكتور من على السطح. وبعد كده عقل جين بيتعرض لصدمة كبيرة لدرجة إنه بيمسح كل الذكريات دي من دماغ جين. وبيفوق جين، وفي الوقت ده بيكون يو هيحط حقنة سامة في محلول جين. وبنعرف إن الطفل الصغير اللي كان في البيت هو يو، وإن حياته اتغيرت للأبد بعد اليوم ده، وإن قرايبه خدوا كل الورث ورموه في دار أيتام. وبيكون عايز يعرف مين اللي خلى جين يقتل عيلته، لكن جين بيرفض يقول إن أبوه هو اللي خلاه يقتلهم، لأنه عايز يشيل كل الذنب لوحده. وبيسيب يو حقنة السم جنب جين، وبيروح عند شباك المستشفى وبينتحر، وجين بياخد حقنة السم وبيموت، والفيلم بيخلص على كده.